حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى الاكله ديت اسرع وانجز واسهل اكله ممكن تعملوها كده لو اتزنقتوا، لو حد جايلكوا. وانا صراحه يا جماعه بعتمدها كتير قوي في رمضان، يعني عايزه اي اكل كده بسرعه بروح عاملاها، مزنوقه في اكل مثلا بروح عاملاها. المهم بقى كده انا ايه يعني، ظبطت كده ومخمخت. نشوف هنعمل ايه. بسم الله. طبعا اول حاجه لازما يا جماعه تكون الطاسه عندي سخنه جدا جدا. شايفين بتبقى سخنه ازاي؟ انزل بالسجق بتاعي كده يا دوب بيعمل تشوك وينزل كل الدهون اللي فيه. بعد بقى ما بينزل كل الدهون اللي فيه كده، لو كانت دهون كتير قوي فانا بصفيها، لو كانت مثلا نسبه قليله بشتغل عليها عادي، ما عنديش اي مشكله. انا واثقه ان السجق بتاعي نضيف عشان انا جايباه من جزار نضيف، فيعني متجنبه اي يعني حته اي زفاره او الكلام ده كله. طبعا هنا خلاص كده السجق بتاعي خد لون من كل ناحيه وصفى الدهون اللي فيه. ابدا بقى ان انا اقطع عليه الخضار اللي انا عايزاه. انا حطيت بصلايه وطماطمايه واحده وثلاث قرون فلفل اصفر واحمر واخضر، يعني ليكي مطلق الحريه من اللي انت عايزه تحطيه عليه حطيه. المهم حبايب قلبي، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني، وحبايبي اللي بيتفرجوا عليا ما تنسوش تحطوا اللايك يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين. بعد كده بقى بروح حتى معلقه هريسه شطه برده من اللي انا عاملاها معاكم، ومعلقه صلصه طماطم، ومقدار ربع كوبايه ميه، واسيبه بقى ياخد ويدي كده مع بعضه لحد ما يستوي خالص. شايفين يا جماعه الجمال؟ انا طبعا كنت عامله جنبيه بطاطس ومكرونه، فيعني اكله سهله وبسيطه كده، وكلنا شاطرين وبنعرف نعمل البطاطس وبنعرف نعمل المكرونه. ما بحطلهوش توابل كتير، هي يا دوب رشه فلفل اسود ورشه كمون ونص مكعب مرقه دجاج، مش مكعب كامل. هو بيبقى فيه التوابل بتاعته وكل حاجه، وبيبقى متملح وبيبقى زي الفل. هنا طبعا كده كنت عملت بقى الصلصه بتاعت الطماطم بتاعتي، شايفين الطماطم وجمالها. بعد بقى ما عملت الصلصه كده نقصت منها حبه، وهحط بقى المكرونه بتاعتي كده واشوفها لو محتاجه تانية هحط لها، وطلعت الحمد لله مش محتاجه. وحمرت البطاطس، وده كان شكل الاكل النهائي بتاعنا، حاجه سهله وبسيطه كده وخفيفه. يعني اعملوها في رمضان، اعملوها قبل رمضان، اعملوها لما تكونوا مزنوقين كده، لو حد جالكوا او اي حاجه. جربوا كده، الطريقه سهله وبسيطه، وبالهنا يا رب على قلوبكم. بس اهم حاجه ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني، وحبايبي اللي بيتابعوني يحطوا اللايك. ها، حطوا اللايك يا جماعه، بلاش تستبخلوا كده. جربوا كده وقولوا لي ايه رايكم، وبالهنا.